عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتنا المتواضعه وصفات على قد الايد. قبل ما هنبدا الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. هنعمل معاكم النهارده اللحمه. اكتر الناس اول يوم رمضان بتعمل محشي، بس احنا ما هماش عاوزين محشي، ممكن نعمله تاني يوم وهنعمله معاكم ان شاء الله. هنعمل معانا النهارده اللحمه. انا هقول لكم على اللحمه اساسي عشان تعملوا لها ايه، شويه شوربه كده حلوين، تنفعنا في الصيام. ادي اللحمه بتاعتي غسلتها بس شطفتها شطفه، ومعايا هنا البصلايه طماطمايه جزرايه، معايا هنا البهارات صحيحه، انا بحبها احطها مطحونه بس بدل صحيحه موجوده عندي مفيش مانع. معانا هنا فلفل اسمر، ورق لورا، حبهان، حته قرفه صغيره. الملح انا بحطه الصراحه علشان عندي الحله الضغط ما بستغناش عنها، فانا بحطه و... واستغفر الله العظيم يا رب، وبقفل عليها الحله الضغط. فيعني الحله الضغط دي الصديقه بتاعتي. هنيجي هنا كده على البوتاجاز، معانا الحله بتاعتي اهي، حطها على النار بتسخن. هنجيب معلقه سمنه حلوه كده جميله من اللي احنا عملناها معاكم، هوريكم الشكل بتاعها. دي السمنه، هنزل لكم الفيديو بتاع السمنه ده الاول قبل ده. ده السمنه اللي انا عملتها معاكم في الفيديو. هنحط كده معلقه سمنه كده حلوه كده، ماهوش كتير قوي عشان اللحمه بتاعتنا يعتبر فيها نسبه دهون، فاحنا بس عشان نشوح اللحمه تشويحه حلوه كده معتبره. الحله بتاعتي اهيت، يعني الحله الضغط ديت تعتبر الصديقه بتاعتي يا جماعه، ما بستغناش عنها. حلاوتها اللي هي مسعفه ومنجزه الصراحه، يعني تنجز معايا متاخره ما انتش متاخره، فبتنجز معاكي سريع. انا هحط اللحمه بتاعتي تتشوح الاول. بسم الله. كل سنه وانتم طيبين، وابشروا بقى من الاستفطار. وصلوا على النبي كده يا جماعه في التعليقات عشان نكسب ثواب معاكم. هنشوحها كده تشويحه حلوه، وكون انت مجهزه ميه سخنه عندك، هنسيبها كده تتشوح. انا مش هنزل باي حاجه دلوقتي، انا هسيبها الاول تتشوح، ولا هحط فلفل اسمر ولا لورا ولا اي حاجه. ليه؟ عشان انا هستنى لغايه ما هي تغلي، وبعد كده ابقى هحط عليها الوقت الميه السخنه واستنى تغلي، احوش الريمه اللي بتطلع الاول، وبعد كده احط بقى كل المنكهات بتاعتي اللي انا عاوزاها. انا هسيبها تتشوح تشويحه معتبره وهقول لكم. اتشوحت معايا اهي وغيرت اللون بتاعها. هسمي بالله وهنزل بالميه السخنه بتاعتي. نزلت بالميه السخنه بتاعتي، هسيبها بقى تغلى، احوش الريمه بتاعتها واحط المنكهات اللي هي بتتحط فيها كلها. شوفوا بقى اللحمه بتاعتي غلت وطلعت الريمه اللي على الوش ديت. الريمه ديت لازم تشيليها علشان اللحمه بتاعتك او الشوربه بتاعتك تبقى طالعه كده صافيه ورايقه، ما يبقاش فيها اي شوائب. بتحوش الريمه كلها كده اللي على الوش. في ناس بتغليها وبترمي ميتها، بس على فكره انت كده كده الافاده كلها اللي بتبقى في اللحمه انت كده يعني خسرتيها الصراحه. فاحنا هنحوش الريمه دي كلها كده عشان تبقى الشوربه بتاعتنا كده صافيه ورايقه. كل سنه وانتم طيبين. صلوا على النبي كده في التعليقات، واعملوا لنا لايك واعملوا لنا كومنت حلو، وانتظرونا بقى في حاجات حلوه واحسن، وكحك العيد والحلويات بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ينعاد عليكم كده الايام بالخير يا رب. هنحوش بقى كده الرغاوي ديت اهي. كل الشوائب اللي طالعه ديت لازم تشيليها عشان تاخدي منها شوربه يعني حلوه. تشربي بقى شويه شوربه كده في الصيام. انا كده هكمل بقى تحوش الشوائب دي اللي فيها كلها عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا كده حشت كل حاجه اهي. هنزل بقى بالورق اللورا والحبهان والقرفه والفلفل الاسمر، وهنزل بقى بالبصلايه والجزرايه والطماطمايه. انا علشان انا عندي الحله الضغط، انت بقى لو ما عندكيش الحله الضغط ما تحطيش الملح الوقت، بس انا هحط الملح الوقت عشان الحله الضغط بتاعتي بتسرع في الايه، في السويه بتاع اللحمه.
هتستوى بقى، وهقول لكم احنا هنعملها ايه النهارده ونعمل معاها ايه كمان. اللحمه بتاعتي استوت، بتاعتي استوت وحشتها. شوفوا الشوربه بتاعتها رايقه حلوه ازاي. ادي اللحمه بتاعتي، هي استوت. هعمل هنا صينيه بطاطس، وهعمل هنا بسله. هحط هنا اللحمه في البسله، وهعمل هنا صينيه بطاطس. انا خدت هنا بصلايه وقرن فلفل، حطيت عليهم ملح وعملتهم كده بايديا، وحطيت البطاطس، وهنا عصير الطماطم اهو. هحط هنا اللحمه، واحط هنا، كلكم عارفين صينيه البص يعني وشاطرين. وهحط بقى اللحمه هنا في البسله، وهوريكم بقى هنعمل جنبها طبق رز بشعريه، وهنعمل عصير مانجا، وهوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما نخلص الاكل بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. احنا كده خلصنا النهارده الفطار بتاعنا. ادي صينيه البطاطس اللي باللحمه اهي. انا بحبها حمرا شويه عشان يعني بيحبوا البطاطس اللي هي الحمرا اللي فيه. وده الرز عملنا شكل بسيط كده، بس مش هناكل يعني في الطبق ده، بنغرف طبق ناكل كلنا مع بعض. وده اللحمه بالبسله، وده الشوربه بتاعتي، شوفوا ما شاء الله صافيه ورايقه ازاي. وعملنا معاكم عصير المانجا. وده الوجبه بتاعتنا النهارده بتاعت الفطار. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعه.